الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا مولانا ليا سؤالين محيريني. واحد. اختي توفت الله يرحمها. وتركت 3 اولاد. طيب. وادتني 700 جنيه امانه. امانه. قالت لي تحطيها في دفاتر للولاد. تحطها في دفاتر للولاد. اعملي. اعملي يعني لا شوف سيادتك، انا صرفت الفلوس دي على الطفل اللي كانت سايباه. على ايه؟ على الطفل اللي كانت والداه وسايباه. لان ما كانش معايا امكانيات اجيب لبن للطفل ده. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بعد ما ربنا وسعها عليا اعطيت ابوه 45,000 جنيه. 45,000؟ بتوع ايه؟ يعني انا حسيت ان انا يمكن اكون ضيعت حاجه من الفلوس دي. يعني ال 700 جنيه يبقوا 45,000؟ اديته 45,000. وانت ال 700 صرفتيهم على ابنه الرضيع؟ الرضيع اللي كنت بشتري ليه باللبن. لا احسن تكوني خدت 5 جنيه ولا حاجه لروحك عصير قصب. خفت اكون ضيعت من الفلوس دي. تقومي تدي كمان ابوه عشان يتجوز بيهم؟ لا. وانت جبت ال 45,000 منين؟ غيرت النشاط ايه عشان اغيره زيك واسيب الجامعه؟ لا انا ورثت عن ابويا 3 سنين. ورثت. فبقى جت الفلوس رخيصه بالميراث. ها؟ لا حضرتك انا كنت خايفه من عذاب ربنا. اللي يخاف من عذاب ربنا يوم يعصي ربنا. انت كده عصيت ربنا يا شاب. لا والله. والله العظيم يا اختي. طيب انت مفكره المال كده بعزقه؟ يعني 45 قصاد 700 كنت عملت ال 700 وال 700 وال 700. شوف الحل يا اختي. الحقي بقى ال 45,000 من جوز اختك ده اللي هو ابو المرحومه. ما اعرفش انت اديتهم هو خدهم يا زينب؟ عشان اربي الاولاد. زينب يا زينب. نعم. يا زينب. نعم. هو خدهم وقبضهم؟ خدهم. وانت قلت له ايه وانت بتديهم له؟ قلت له يعني ده تعويض. تعويض عن ايه؟ عن ال 700 جنيه. وهو ما هرش وقال الحمد لله على المجانين؟ لا ما قالش كده. قالها في نفسه. قال لا تتجنن كمان شويه وتقول ده انا خدت كمان 15 جنيه خد قصادهم 50,000. ايه يا اخواتي الهندي اللي انا بسمعه ده يا اخواتي؟ لا يا زينب عليك ال 700. يا مولانا عليك ال 700. اولا عليك ال 700 الامانه زي ما قالت اختك كان لازم تنفذي.